السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى لو معاكي ربع كيلو لحمة هتعملي بيه ايه؟ تعالي نحوله ونعمل بيه أكلة حلوة جدا جدا، بنشتريها من بره بفلوس غالية جدا. هنعمل بقى السجق في البيت بدون هنك وبدون بقى تعب، وهيتعمل معاكي بسرعة. ينفع كمان للانش بوكس المدرسة والشغل كمان. بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات مع بعض ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا في الكبة هنزل بربع كيلو اللحمة ده علشان أنزل عليه بباقي المقادير. هنستخدم بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهنحط كمان ملح، يعني حوالي معلقة أو معلقة ونص كده. هنحط كمان معلقة من بهارات السجق أو السبع بهارات، يعني لو دي موجودة ماشي، لو دي موجودة ماشي. هنستخدم كمان معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة. وهنحط بقى معلقتين كبار من النشا، وهنحط كمان معلقتين كبار من الدقيق. طريقتها سهلة جدا ومش بتاخد وقت معاكي. هننزل كمان بمعلقة صغيرة كده من الثوم المفروم. وهنضرب بقى أول حاجة المكونات الجافة مع اللحمة كده علشان تختلط مع بعض الأول. بعد كده هننزل بقى بالمكونات السايلة. هنحط بيضتين، أنا مطلعاهم من التلاجة استخدمتهم على طول ساقعين يعني. وبعدين هنحط حوالي 3 أو 4 معالق كده من الزيت النباتي. عايزة تحطي زيت زيتون ماشي، عايزة تحطي زيت عباد الشمس ماشي. وهنضرب بقى كويس في الكبة بتاعتنا لحد لما نوصل للقوام ده. شايفين القوام ده انا اللي عايزة اوصله بالظبط. طيب ايه بديل الهنك بقى وهنسويه ازاي؟ تعالى اقولك على طريقة صحية تسوي بيها السجق بتاعك. علشان تبقي عملتي كل حاجة صحية، مش بقى تعملي المكونات صحية وكل حاجة صحية وتيجي على التسوية تبقى التسوية مش مظبوطة. يا ريت بلاش نستخدم ورق الاسترتش راب اللي بنلف بيه الأغذية ده. ونحط الحاجات فيه في التلاجة ده، نستخدمه ونعرضه لدرجة حرارة وسخونة. الكلام ده ما ينفعش خالص، لأن الاسترتش راب ده بيتفاعل في درجة الحرارة العالية، والمواد اللي فيه بتختلط مع الأغذية وبتسبب يعني مخاطر صحية احنا في غنى عنها. لان الورق الاسترتش راب ده البلاستيك ده الشفاف مش مصمم على انه يستخدم في درجات الحرارة العالية. طيب هنعمل ايه؟ ده كيس من الكياس الحراري اللي انا جايباه علشان اسوي بيه الفراخ او اشوي بيه الفراخ في الفرن. بجيبه بقطعه مربعات كده، وببتدي اني انا احشي السجق بتاعي في كل ورقه من الورقات دي. طبعا ممكن تكبري حجم الورقه وتعملي يعني حجم كبير بحيث ان انت تخلصي اسرع. بس انا حبيت اعمله كده علشان انا يعني كنت عايزه اوريك ان في كذا طريقه ممكن كمان تستخدميه كده بنفس الحجم اللي هيطلع ده على طول. هنحشي بقى لحد لما نخلص كل الكميه اللي عندنا بالشكل ده، ومجرد ان انت بتلفي الورقه خلاص كده تمام. بس ارجوكي ارجوكي بلاش تستخدمي الاسترتش راب زي ما قلنا. سوي الاكل بطريقه صحيه. ولو هتلاحظي اني انا ما حطيتش لون احمر زي المحلات ما بتعمل بقى وبيزودوا لون احمر علشان اللون الاحمر ده ارجوكي ارجوكي مش صحي خالص. يعني بنستخدمه في اضيق الحدود، ما ينفعش نستخدمه في اللحوم وكده، ومن غيرها برضو هيتاكل عادي. تمام. هنجيب بقى بعد كده ورقة فويل كده صغيرة، يعني حجمها مناسب لحجم الكمية اللي عندنا. وهنبتدي نلف فيها بالشكل ده، وهي دي اللي هتدينا الشكل الاسطواني لما نلف بالشكل ده. شايفة انا بلف ازاي؟ هنلف كويس وبعدين نضغط من الجناب بالشكل ده زي ما بتقفلي البونبوناية كده، هيديك الشكل الاسطواني بتاع السجق اللي احنا بنعمله على طول. صدقيني الطريقة دي من احسن الطرق وافضل الطرق اللي ممكن تسوي بيها السجق البيتي بدون هنك. طريقة صحية جدا، بس أرجوكي ابعدي عن الاسترتش راب في التسوية. بصي هي هنا شكلها غير منتظم بالمرة، فأول لما هحطها بالشكل ده وهنبتدي نلف عليها الورق الفويل هتبتدي تاخد الشكل الاسطواني الجميل اللي احنا بنعمل بيه السجق العادي. وهنقفل بقى كويس جدا علشان اما نيجي نسويه المية ما تدخلش في اي ناحية من النواحي او تفك منك. تمام. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طيب دي هنا الكمية بعد لما انا خلصتها.
تعالي بقى اقولك على طريقتين للتسويه. في طريقتين للتسويه، اما انك تسويه على البخار، يعني هتحطي حله فيها ميه وهتحطي فوقيها مصفى، وهتبتدي تحطي الكميه دي كلها عندك، ترصيها كده في المصفى وتغطيها بغطا وتسيبيها لمده ساعه ونص علشان تستوي كويس. او الطريقه التانية انك تجيبي ميه، واول لما تبتدي تسخن كده على النار تبتدي تحطي فيها السجقات الحلوه دي الجميله، وتبتدي تستوي معاكي في خلال نص ساعه هتكون استوت. هنغطي بقى عليها والنار تكون متوسطة مش عالية قوي. انا ما حطيتش بيكنج باودر ولا حطيت اي حاجة علشان ما ينفش ولا يعمل اي حاجة، وطبعا السجق ما بيتحطلوش بيكنج باودر والكلام ده. شايفين؟ ولا واحدة فكت ولا اي حاجة، مجرد بس شوية دهون زيادة كده طلعت او ريم زيادة كده طلع فوق الوش، وده ما فيهوش اي مشكلة ومش هيأثر على الطعم خالص. هنشيله بقى من المية أول لما يستوي بالشكل ده، ونسيبه لحد لما يبرد خالص. على فكرة في المرحلة دي ممكن تشيليه زي ما هو كده في الفريزر أول لما يبرد، وتطلعيه على الاستخدام على طول، تفكي وتشوحي في الطاسة وتحشي بقى سندوتشات لولادك وهم رايحين المدرسة، أو سندوتشات ليكي وانتي بتشتغلي كده تاكليها بالهنا والشفا. حاجة صحية جدا ونظيفة جدا انتي عاملاها على ايدك في البيت، فممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها في الفريزر وتحفظيها بالورق الفويل بتاعها بكل حاجة. وقت ما تحبي تستخدميها هتطلعيها وهتفكيها وهتشوحيها، مش هتفك منك خالص خالص. انا هنا على فكرة بفكه وهو سخن شوية، انا ما استنيتش عليه لما يبرد، ولكن بصي متماسك جدا جدا. شايفين؟ يا سلام، صدقات صغننة جميلة. السجق بالطريقة دي على فكرة مش هتقدري مش هتفرقيه خالص عن السجق اللي بالهنك اللي انت بتشتريه من بره. وكمان انت ضامنة مكوناته ايه، عارفة انت حاطة ايه. مش بتشتريه بقى من بره وبيلموا بقى كل حاجة ويحطوها زي ما انت عارفة، ها المفرمة بتفرم اي حاجة وبيحطوا اي حاجة علشان تطلع كمية اكبر. الا من رحم ربي طبعا، لو لقيتي جزار محترم كده وبيعمل سجق بما يرضي الله يعني، وده طبعا بيكون تمنه غالي جدا. حتى وهو سخن وانا بقطعه بالشكل ده شايفين متماسك جدا جدا رغم ان هو لسه سخن. طبعا بقى تعالوا نعمل بقى طاسة السجق الاسكندراني اللي مفيش زيها. هنقطع هنا بصل وفلفل بقى حامي كده جميل اخضر حامي، وهننزل بيه في شوية طاسة فيها زيت سخن، وهنظبط بقى شوية بهارات كده، ملح وفلفل اسمر. واول لما تتشوح معايا بالشكل ده، واول لما البصل يبتدي يدبل حاجة بسيطة، هنبتدي ننزل بالسجق اللي عندنا. ولا هيفك منك في الطاسة ولا هيتفرفت، وهيبقى طعمه في منتهى الجمال. اللون مش احمر قوي، وده علشان انا زي ما قلتلك ان انا ما حطيتش لون الاحمر اللي بيتجاب ده من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني، اللون الاحمر الجل، لان ده لون مش صحي وما ينفعش ان احنا نحطه في الاغذية. انا ساعات بحطه في التورت اللي انا بعملها معاكم، بس ده بيكون في اضيق الحدود، بتكون ورديه كده فوق الوش التورتايه. لكن انا بصراحه عمري ما غلفت معاكم تورتايه باللون الاحمر نهائي، وعمري ما هعمل كده. قدميها بقى لولادك واستمتعي بيها كده، يا سلام، جنب نص رغيف كده بلدي وشويه مخلل، مفيش بعد كده. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. شكرا للمشاهدة.